ذاكر لساعات طويلة وفي النهاية بتحس إن أنت مش فاكر أي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن عفو الله، طالب في كلية الطب البشري الفرقة التانية، وده أول فيديو ليا على القناة. هنا هنشتغل مع بعض على تحسين طريقتنا في المذاكرة علشان نوصل لأفضل نتيجة بأقل مجهود. لكن خليني أسألك سؤال مهم، هل أنت فعلا بتذاكر صح؟ في الفيديو ده هقولك على 5 أخطاء شائعة كتير مننا بيقع فيها أثناء المذاكرة، وإزاي تتجنبها عشان تذاكر بذكاء مش بجهد. الخطأ الأول وهو المذاكرة من غير خطة. ده أول وأخطر خطأ، إنك تذاكر من غير خطة، بتفتح الكتاب تبدأ تذاكر أي حاجة وخلاص، وده طبعا غلط. يعني تخيل إنك رايح الجيم وعايز تتمرن بس مش محدد هتشتغل على إيه، بتضيع وقتك بين الأجهزة من غير نتيجة واضحة. نفس الفكرة في المذاكرة، لازم يكون عندك جدول واضح. فالحل إنك تاخد دقيقة واحدة تعمل جدول بسيط، تحدد المواد اللي هتذاكرها وتقسمها على الأيام وتخصص وقت محدد لكل موضوع. الخطأ التاني وهو التكرار بدل الفهم. كتير مننا بيقع في فخ إننا بنكرر الحفظ بدل ما نفهم، تفضل تحفظ بدون ما تربط المعلومات ببعض، فالنتيجة إنك هتنسى بسرعة. يعني تخيل إنك بتحفظ رقم تليفون بس بدل ما تفهمه إنه بيتقسم لمجموعات سهلة الحفظ زي مثلا الأرقام المتشابهة مع بعض، لا انت بتفضل تكرره طول اليوم، ولما تحتاجه بعد يومين تلاقي نفسك نسيته. فالحل انك تفهم المعلومة الاول، استخدم طرق زي المايند ماب او امثلة عملية عشان تثبتها في دماغك، فهنا الفهم اسرع وافضل من الحفظ. تالت خطأ وهو المذاكرة لفترات طويلة من غير راحة. بتفضل تذاكر بالساعات الطويلة من غير ما تاخد استراحة، ده مش مفيد، بالعكس ده ممكن يضر تركيزك. يعني لو عندك موبايل مثلا وبطاريته 10%، هل هتفضل تلعب عليه لحد ما يفصل؟ ولا الأحسن إنك تشحنه كل شوية علشان يفضل شغال بكفاءة؟ نفس الشيء مع عقلك، محتاج راحة علشان يشتغل بكفاءة أعلى. فالحل هنا إن احنا نستخدم تقنية البومودورو أو البومودورو تكنيك، ودي إن أنت تذاكر 25 دقيقة بتركيز كامل وبعدها 5 دقايق راحة، هتلاقي نفسك بقيت أكتر إنتاجية. بتكرر الموضوع ده 4 مرات، وبعدين يعني 25 دقيقة مذاكرة وبعدين 5 دقايق راحة، 25 دقيقة مذاكرة بعدين 5 دقايق، كده 4 مرات، وبعدين بتاخد بريك من ربع ساعة لحد نص ساعة مثلا. لو وصلت لحد هنا فانت اكيد مهتم تحسن مذاكرتك، ما تنساش تعمل لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الطلاب. رابع خطأ معانا وهو الاعتماد على المذاكرة السمعية فقط. لو بتعتمد على انك تسمع بس وتفتكر انك كده فاهم، للأسف ده مش كفاية. تخيل انك بتتعلم السواقة بس من فيديوهات يوتيوب، عمرك ما مسكت دركسيون او جربت تسوق، هل لما تنزل على الطريق هتقدر تسوق؟ طبعا لا. فالمذاكرة زي كده، لازم تطبق وتكتب بنفسك علشان تثبت المعلومة. وعايز اقولك برضو على حاجة كمان، انك كل ما استخدمت حواس اكتر كل ما كانت المعلومة ثابتة اكتر. يعني انا مثلا بسمع ريكورد، فهنا استخدمت السمع بس. لما تشوف فيديو فانت هنا استخدمت حاسة البصر، فانت هنا بتسمع وبتشوف، فهنا المعلومة بقى ليها صلاحية اكتر. طيب لما تكتب مع المدرس، انت هنا بتسمع الفيديو، بتسمع المدرس، بتشوف الفيديو، بتكتب مع المدرس، فهنا بقيت زي الفل. بتلخص، بتعمل مايند ماب، حاجات جميلة زي كده. كل دي حاجات بتساعد على ان المعلومة تثبت بشكل اكبر. فالحل انك تكتب ملاحظات اثناء ما بتسمع، الكتابة بتساعدك تركز اكتر وتثبت المعلومات. الخطأ الخامس وهو المذاكرة في مكان غير مناسب. اخطر خطأ وهو انك بتذاكر في مكان مليان ازعاج. الدوشة دي بتقلل تركيزك وبتضيع وقتك. تخيل انك بتحاول تتفرج على فيلم مهم بس التلفزيون شغال جنبك ووالدك مثلا بيتكلم في التليفون وانت بتحاول تركز، مستحيل طبعا، صح؟ نفس الفكرة مع المذاكرة. فهنا الحل انك تختار مكان هادي ونظيف ومنظم، حط كل ادواتك قدامك عشان ما تقومش. لو كنت بتعمل واحد او اكتر من الاخطاء دي دلوقتي عرفت الحل. المذاكرة مش مجرد وقت تقضيه، ده استثمار في مستقبلك. وقبل ما تخرج عايز اعرف منك، ايه اكتر خطأ كنت بتقع فيه؟ وهل عندك طريقة خاصة للمذاكرة بتحس انها بتفيدك؟ اكتب لي في الكومنتات وهشارك رأيي معاك.